انا جمعت 40 انفلونسر ما يعرفوش بعض علشان يلعبوا رياضة جديدة، ومعاهم بقى 6 لعيبة من منتخب مصر للدوج بول. ودلوقتي كل واحد منكم هيختار فريق من 6 لعيبة، واللي هيكسب هياخد 6000 جنيه. نلعب على اول وماشي، بس نلعب على اول بس. انا هدفع قسط لايف. طبعا في 6000 جنيه مش شايفين حد اصلا. ان شاء الله هناخد 6000 جنيه ومحدش قدنا يا جماعه. ابتدينا بقى بتسخينة ولعب بسيط، والفكرة كلها كانت ان الناس تبدأ تمسك الكورة وتجرب وتفهم يعني ايه دوج بول وازاي يلعبوا. يلا تركيز، اوبا نايس نايس. اهو شوف الرمي شوف الرمي. وعشان الموضوع يبقى فير وكل الفرق تبقى نفس القوة، خلينا كل واحد من ال6 كباتن يروح واول حاجة يعملها انه يختار ولد يبقى في فريقه، بعديها يروح يختار بنت، بعديها يختار ولد، بعديها يختار بنت، بعديها بقى بقية الناس تتوزع. فتحسوا كان في فقرة استعراض مهارات كده، والكباتن بقى شغالين بيخطفوا اي حد يحسوا انه لعيب. ومجرد ما التيمز جهزت بدأوا الكباتن كل واحد يدي تعليمات للتيم بتاعه يعمل ايه ويلعب ازاي. احنا هنلعب على الراننج كاونتر، واللي في النص هيحاول هنغفلوهم يعني. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. هنبدأ دلوقتي 3 2 1. بدأنا أول ماتش بقى، والأجواء كانت حماسية جدا. الدنيا ضرب نار وكله كان بيلعب وعينه على الجهاز. خلصنا بسرعة التصفيات الأولى ووصلنا للفاينل. هايلين يا شباب، هايلين احسن فرقه بفضل كابتن حسام انتيكا وكابتن يوسف هم اللي كسبونا. كسبتوا ولا كسبتوا؟ كسبنا وهناخد اول. محدش قدنا يا جماعه. رقم واحد. ويمكن من اكتر الحاجات اللي بسطتني في اليوم كله الروح الرياضية اللي شفتها، وفكرة ان 40 واحد اغلبهم ما يعرفوش بعض اتجمعوا تحت فكرة اننا نيجي نجرب ونلعب رياضة جديدة ونتعرف على ناس لذيذة شبه، لحد بقى ما جه وقت الماتش الفاينل. كده يا شباب وصلنا لماتش الفاينل، جاهزين؟ وبعد ماتش طويل وصلنا لآخر كورة اللي أنهت اليوم. ودي كانت تجربة رياضة جديدة مع علي هاسلر. اتأكدوا ان انتم متابعيني عشان تبقوا معانا اليوم الجاي.